هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقول امرأة لي 3 أبناء وقد تزوجوا كلهم، فزرت الكبير يوما وطلبت أن أبيت معهم، وفي الصباح طلبت من زوجته أن تأتيني بماء للوضوء، فتوضأت وصليت وسكبت باقي الماء على الفراش الذي كنت أنام عليه. فلما جاءتني بشاي الصباح قلت لها: يا بنتي، هذا حال كبار السن، لقد تبولت على الفراش. فهاجت وماجت وأسمعتني سيلا من قبيح الألفاظ، ثم طلبت مني أن أغسله وأجففه وأن لا أفعل ذلك مرة أخرى وإلا. تقول العجوز: تظاهرت بأني أكتم غيظي وغسلت الفراش وجففته، ثم ذهبت لأبيت مع ابني الأوسط وفعلت نفس الشيء، فاغتاظت زوجته وأرعدت وأزبدت، وأخبر الزوجة الذي هو ابني فلم يزجرها، فخرجت من عندهم لأبيت مع ابني الصغير، ففعلت نفس الشيء. فلما جاءتني زوجته بشاي الصباح وأخبرتها بتبولي على الفراش قالت: لا عليك يا أمي، هذا حال كبار السن، كم تبولنا على ثيابكم ونحن صغار. ثم أخذت الفراش وغسلته ثم طيبت. فقلت لها: يا بنتي، إن لي صاحبة أعطتني مالا وطلبت مني أن أشتري لها حليا، وأنا لا أعرف مقاسها وهي في حجمك هذا، فأعطيني مقاس يدك. ذهبت العجوز إلى السوق واشترت ذهبا بكل مالها، وكان لها مالا كثيرا، ثم دعت أبنائها وزوجاتهم في بيتها وأخرجت الذهب والحلي وحكت لهم أنها صبت الماء على الفراش ولم يكن تبولا، ووضعت الذهب في يد زوجة ابنها الأصغر وقالت: هذه بنتي التي سوف ألجأ إليها في كبري وأقضي باقي عمري معها. فصعقت الزوجتان وندمتا أشد ندم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟